سلاو ريس جهدارن هيجا ودلال جهدارن هيفي اف ام شندا صلاح بوريت خلك كانودا شكوشيا زانيارين بشارتي خلك ميا ايرو امي هنك زانيارين لسرفرنا فارطان يال طاقة وسط الباجاري قامشلوت كبا امي ناز بكن جبو فيكي وبمربا بريس فارطان جوش خدية فرنا فارطان بزماني عربي وجمر سربا اخذا كام هفرة لجهدار. اهلا وسهلا. عمو تعرفني عن حالك؟ انا اسمي وارطان جورج ملكون من القامشلي. شغلك هون فرن. الفرن امتى تعمر؟ بال 54. بال 54 مين كان صاحبه؟ كان في واحد اسمه ماركار ارمني. شغلكم هون كان بس خبز؟ خبز كان وكعك. ايه بس. ليش سميتوه بارطان؟ لانه انا اسمي بارطان. سميته الفرن باسمي. كم واحد كان عم يشتغلوا هون؟ قبل فترة قبل الحوادث 17 واحد. اليوم في عندي واحد. بس واحد؟ واحد وابني. ايوه وعم تلحقوا على الطلبات على الشغل؟ ما كنت ضل الشغل اللي نشتغله، اول كنا نشتغل اكثر، هلا ما بقى في شغل. شغلكم كمان هلا بس خبز وكعك ولا؟ خبز وكعك بس صمون وكعك وكليتشا وباقسمة. اللي عم تعملوه الكعك عم توزعوه على المحلات؟ لا عنا يجوا زباين ياخذوا. من وين عم تجيبوا طحين اللي عم نشتريه هدول اللي يشتغلوا بالدولار. وآلية الشغل هون عندكم شلون؟ في آلات يعني؟ في فرن على الكهرباء دوار، في قطاعات كلها على الكهرباء دوارين. السعر مناسب بما انه الاسعار؟ لا لانه كل يوم صار شكر. الآلات لما تخرب عندكم في لها قطع هون ولا لا؟ بصعوبة، اللي حقه 100 نشتريه ب 10,000. الأغراض بالبداية من وين جبتوها؟ يعني أغراض قديمة ولا؟ كانوا من أول نحن صنعناهن، من جبناهن من حلب. من حلب؟ هلا الأوضاع مو كويسة بحلب، شلون نتدبر؟ يعني من هون تلاقي من هون ما يعني إذا قلت بيليا حقها 12,000 بيليا. عليها طلبية الكعك والخبز هون ولا؟ كعك فيه مشان مرضانين نشتغل خبز نخالي تبع مرضى السكري، باقسمة نخالي تبع السكري، وفي كعك للاطفال ياخذوه ياكلوه مع شاي وهيك ليتشا. الاسعار شلون يجينا الطحين نسعره على حسب الطحين والسكر. تسلموا. اهلا وسهلا. سلامي. دارن هيجا ودلال بفي اواي ام كهان داويا خلك اخويا ايروش كوشايا زانيارين بشارتي تا خلك كانو هم بميننت كيف وخشيدا.